السلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا هانيين، تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على القناه. اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع الكيكه اللي جات بنينه بزاف. كيكه ما فيهاش مقادير بزاف، ما فيهاش خدمه تاني بزاف، ما تشدش الوقت. كيكه درتها بحب الملوك. طبعا اللي ما متواجدش عنده ولا ما كانتش لا سيزون تاع حب الملوك، تقدري تضيفي لها اي فاكهه عندك متواجده في المنزل. وبلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا المقادير وبقيه الوصفه. هنا عندي المقادير تاع هذا الكيك، وعبرت بهذا الكاس السكر، 4 تاع البيضات، كاس ونص تاع السكر، 60 غرام تاع الزبده تكون لينه، خاطش غادي نزيدوها كيما هكا رطبه، ما غاديش ندوبوها. عندي هنا نص كاس تاع الزيت، عندي 2 كيسان ونص تاع الفرينه خماره، وبود ياغورت ناتور. انا عندي هنا ياغورت على غريك، وعندي مغرف صغيره تاع لافاني هذه اون بودر. بلا ما ننسى لي سوريز، هادو لي سوريز دي نوايوتي مقلوع منهم العظم، نشريهم ديجا واجدين من ليدل. ابخي الا كنا في لا سيزون تاع لي سوريز يكونوا حب ولا يكونوا سوريز فريش، يكونوا بيان سور سي ميو. ويلا معنا نشوفوا طريقه التحضير. انا غادي هنا نفصلوا البياض، غادي نجيب السكر، نزيد هنا مغرف مع البيض غادي باش نطلعوه، والباقي غادي نزيده مع صفار البيض، ونجيب هذا المغرف تاع لافاني ونزيدها هنا. غادي نطلع بياض البيض اون بلونيش، هذا ثاني غادي نخلطه تيولي اللون تاعه ابيض. غادي نزيد الزيت، وهاد 60 غرام تاع الزبده اللي قلت لكم شغل جاريه باش يساعدوا بنا. المهم كي زدت الفرينه هذوك 2 كيسان ونص، القوام يجي شويه ثقيل، ما تخافوا منه لا والو. غادي نزيدوا عليه بياض البيض، غادي يجرى لنا شويه ميلونج. شوفوا كي خلطت بياض البيض كيفاش زاد جرى لنا هذاك الخليط، وهذا هو القوام تاعو. ونديري درنا الخليط تاع هذاك لا جينواز، وهي ماشي جينواز، هذا كيك. فوالا دروك قعدوا معايا باش غادي نديرو، نوريكم كيفاش غادي نديرو هذا الخليط في المول. وجدت المول تاعي، درت له شويه تاع دهنته بالزيت، درت له كاميم البابي كويسون هكا باش ما تلصقليش، ورشيتها بالفرينه. عندي هنايا هاد لي سوريز اللي غادي نديرهم في وسط الكيك، غادي نزيد عليهم شويه تاع الفرينه، تعوش بزاف فيها هكا شويه.
هادو نخليوهم باش نزوقو بهم. على هذا الشكل راني ديجا محميه الفرن تاعي على 180 درجه. غادي ندخلها طيب وغادي نحسب لكم شحال طابت لنا. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة بغير حساب وأعده من عذاب القبر. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه